احنا دلوقتي بنحط التريكات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها دي حقيقة. وبتقع فيها. فاحنا اتفقنا الشركات اللي ما قدمتش، انا خلاص عندي ويب سايت، عندي ايميل هبعته، اكون حاطط في الايميل خلاص انا عايز اسم الوظيفه سي في المهندس كذا سي في، لو انت خبره مهندس حبر خبره بس في مثلا سي في. السبجكت ما بكتبش اسم، بكتب بس انا الوظيفة المهنية ايه مثلا. الله، انت كده خدت كده حلو السؤال، انت كده مصحصح معايا يا كريم. هنا بقى انت فهمت انا عايز يبقى ايه. هو من الايميل هيعرف انت اسمه. من الايميل مكتوب كريم دوت خالد بس، حلو. يبقى ده اسم، بس وجنب السبجكت السبجكت هو بتاعك مكتوب ايه؟ الوظيفة مهندس حفر. بس. انا كده ربطت الاثنين. لما اقول لك انا مهندس حفر وانت عامل اعلان مهندس حفر، هتبقى متوقع ان انت بعت السي في بتاعك عشان، لكن انا بتكلم في الاوقات اللي ما فيهاش اعلان توظيف. فانا كده خلاص، انا كده سيفت نفسي ان انا قدمت عن طريق ويب سايت، عن طريق ايميلات، ابدا اتواصل مع اي حد شغال في الشركات، موظفين، الناس في الاتش ار، مهندسين، ناس في المحاسبه، مانجمنت، ناس في الاداره. اي حد اقدر اوصل له، اعرفه عن طريق اصحابي، عن طريق الدفعات القديمه، ما انا عندي دفعات اتخرجت من الجامعه، صح. المفروض اساميهم موجودين، الدكاتره يعرفوهم، اعرفه عن طريق الدكاتره يا اخوانا. الدكاتره تعرف ناس كتيره جدا، دكاترتي اللي في الجامعه يعرفوا الناس اللي في الشركات، لان الدكاتره اللهم بارك عندنا بيبقى كلهم ذو خبره علميه، وغالبا كمان عندهم خبره عمليه. فالشركات بتطلبهم من باب الاستشاريين، بتطلبهم من باب الفيزيت، بتطلبهم من باب عايز منه رأي، عايز منه تقرير، تواصل معايا علشان تدريب صيفي، تواصل معايا عشان خاطر الطلبة، طلبني علشان أعمل معاه حاجة في الماجستير أو حاجة في الدكتوراه أو أي درجة علمية أقدر أساعد معاه أو أناقش معاه. هو هو يعرفني، مش انا كشخص، ما بتكلمش كمحمد راجع، انا بتكلم كشركات خارجيه، هو على علم بيا. فانا اروح للدكاتره بتاعتي اقول لهم لو سمحتم انا عاوز وسيله اتصال بالشركات دي. طب تفرق في ايه؟ ان انا اروح اديله السي في لو سمحت يعمل لي ابلكيشن، او حط السي في عندي في السي في داتابيز اللي موجود في الشركه. يبقى دي وسيله من ضمن وسائل التقديم، ويب سايت، ايميل، اروح عن طريق حد معرفه اقدم سي في، اقدم ابلكيشن لو سمحت لو عندك وظيفه عرفني. رابع حاجه اروح للشركه بنفسي، وناس كتيره النهارده في 2025 ما بيعملوش كده. لا معلش، انا عايزك تتعب، وزي ما اتفقنا انت لازم تتعب وانت في الفتره دي، هي فتره التعب علشان ترتاح بعد كده. النهارده ما تفكرش في المكتب اللي فيه تكييف، المرتب العالي، الكافي ماشين اللي بتعمل كل انواع القهوه والشاي والايس تي والايس كريم ومش عارف ايه، الوظيفه الجميله الحلوه اللي فيها شكل، وفي عربيه اخداك وجايباك ومرجعاك ومش عارف ايه. ما تفكرش في الكلام ده. انا بفكر ان انا التحق بوظيفه، ده اهم تارجت. وطبعا التارجت ده بيكبر معايا، يعني انا عايز التحق باكبر شركه على مستوى العالم، حقي، صح. واقدم فيها مره واثنين وثلاثه وعشرة، وفي نفس الوقت بقدم في باقي الشركات. خلصت التقديم وقدمت في كل حاجه، انتظر. يعني خلينا بس نحط شعار للبرنامج: ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. خلي بالك انت مالكش دعوه بالنتيجه، ما تعرفش النتيجه، يعني يا رب ده انا مقدم هنا لا انا عايز، ومش السعي بس يا كريم، احسن عملا. ما ربنا ما قالش ان الله لا يضيع اجر العاملين او من عمل، قال لك احسن. يعني انت، ما هو ده اللي احنا بنعمله، الاحسان اللي احنا بنعمله ده هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا ازاي بنفكر نحط كل حاجه في السي في، بنفكر نخلي السي في شكله كويس ومرتب ومهندل ومفهوم، وبقدم في كل الشركات، ده احسن عمل. انما انا كان ممكن اقول لك ايه، خلصت عملت تمبلت بالاي اي جميله، شوف اي ايميل او اي ويب سايت واعمل بوست واقعد استنى. ده كده مش احسان عمل، صح؟ وصدقني هيجي لك النتيجه من اللي احنا بنعمله ده كله. يبقى احنا جمعنا كل الداتا قدر المستطاع، جمعنا كل الشهادات، جمعنا كل سبل التقديم. ناخد بقى شويه ايه تريكات، انا هسيبها لك انت ايه تفكر تفتكر ايه التريكات اللي ممكن تقابلني في الستبس دي. انا عايز اوصل بيك النهارده ان اخر حاجه وصلنا لها الحمد لله احنا قدمنا والشركه ردت علينا انا عاوزاك تيجي انترفيو. انا عايز اوصل للمرحله دي. تفتكر في المرحله دي انت ككريم، كريم وكمحمد قاعد ورا، تمام، ايه التريكات اللي ممكن تقابلك؟ قول لي كده، بعد ما قدمت السي في. قبل وبعد. انت قبل تفكر وبعد. كده بصوت عالي كده مع بعض، ايه اللي حصل وانت بتحضر انك تقدم السي في؟ ايه التريكات اللي ممكن تقابلك؟ ايه العواقب اللي انت ممكن؟
ممكن ما اكونش اصلا، يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي، الغلطات اللي انت قلتها دي كلها ممكن اقع فيها، ما دي تريكات انا هقع فيها. هو زي انا ايه؟ مش واعي باللي حضرتك قلته، يعني انا ما كنتش واعي على اللي انت قلته دلوقتي يا هندسه. ايه رايك شويه حاجات يعني تيجي انا لو منها ما كنتش واعي بالحاجه دي كويسه يا كان محمد؟ زماني دلوقتي واقع. طب انت يا محمد والله يعني واحد ورا الكاميرا اهو. انت استفدت حاجه من اللي انا بقوله لغايه دلوقتي؟ كلها، كل المعلومات دي ما كنتش تعرف. حقيقه، اصل ده ما بندرسوش في يبقى كليه. فعلا تجميع المعلومات دي مهم جدا. يعني انا بالظبط. نفسي انتوا بقى كشباب نطلب من الناس اللي بتشوفنا ان هم فعلا يجمعوا المعلومات دي، يعني نجمعها ونحاول ننزلها على البيج مثلا، نظام معلومه كل يوم. بجد. اه والله وننزلها ان احنا باسمهم كمان. دي احنا حقيقه. محتاجين فعلا المعلومات دي تتجمع، علشان انا عاوز يعني احيط بكل السبل وكل الوسائل اللي تخليني ابعد عن اي حاجه ميسنج، اي حاجه مفقوده. صح. طيب انا بعد ده كله التركات اللي انا كنت منتظرك تقولها ايه هي؟ انك رقم واحد انت ما فهمتش الشركه. يا باشمهندس انا دخلت والشركه اكس دي شغاله في المجال ده بالظبط، انا ما قريتش عن الشركه. ما هو هنا بقى السعي. انت محتاج تقرا، ومحتاج تروح تعمل زياره للشركه، صح. ومحتاج، ما هو انا يعني احنا قلنا شويه حاجات بس ما قلناش تفصيلاتها، واحنا هنا جينا عشان نعرف التفاصيل. ما صح؟ هو نعد بالعقل برضو التفاصيل. كهندسه اقول لحضرتك حاجه. اه انا المفروض تعملوا مثلا لنا كوبايه شاي ولا انا ككريم مم. معروف يعني ان انا لما باجي اقعد مع شخص، ولنفترض ان انا هقعد مع باشمهندس محمد راجع، انا لازم اقرا باشمهندس محمد راجع شغال فين، عمل ايه، البروفايل بتاعه، بيحب ايه، طريقة كلامه عاملة ازاي، طريقة تفكيره في الكلام على البوستات، هو بينزل ايه، رايح فين جاي منين، يعني مش كمكان بس كتفكير، بحيث لما انا اقعد معاه انا عارف انا بكلم مين. ايوه بس انت هتدور فين؟ مع البروفايل بتاع حضرتك، فين مثلا؟ لينكد ان، فيسبوك، حلو. الشركات مثلا محتاج، لو الويب انا قلت لك سايت. مثلا خد شركه اسمها اكس شغاله في المجال بتاعنا، مجال الهندسه، حلو. حلو. اول حاجه هتعمل ايه؟ هروح على الويب سايت بتاعه. يبقى اول حاجه هتدور اونلاين. حلو. صح. ويب سايت ده وسيله. ده المفروض وسيلة. ان الويب سايت عارف كلمه نبذه عن الشركه، اباوت اس، عارف انت، فدي اول حاجه دي لازم. مش كافية. ما هو احنا هناخدها ستيب باي ستيب، عشان كده انا بقول ماشي. لك دي، يعني احنا دلوقتي مسكنا، احنا في يعني احنا بدانا بالعكس، احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا التارجت اللي عايزين نوصل له حلو. ان احنا حضرنا سي في هنقدمه، ماشي. وقلنا المعلومات المهمه اللي عايزينها فيه. دلوقتي هنتكلم هنجيب المعلومات ازاي. ماشي. صح، احنا كده عشان اللي قاعدين قدامنا ما ينامش، احنا اتفقنا لازم تشرب كوبايه شاي. لازم اشرب بقى في او قهوه كلام. بصراحه. خلينا في انا ما قهوه بحبش حلوه لا، والله. خليك في الشاي عشان انا مدمن شاي. ايه لا القهوه جميله. فاحنا دلوقتي هنجيب المعلومات ازاي. انت قلت حاجه صح، اول حاجه الشركه هنروح ندخل على الصفحه بتاعتها الرسميه ونحاول نجيب نبذه عن الشركه. دي حاجه. ما نسيبش الصفحه بقى، نسيب الويب سايت زي ما احنا، نبذه عن الشركه. بعد كده المجالات اللي الشركه بتشتغل فيها، ايه المفروض اخبار الشركه، الاحداث اللي مرت بيها خلال السنه والسنتين والعشر سنين اللي فاتوا بالظبط. والعشرين. طب انا اعمل ايه؟ اسجل الكلام ده، اه. اكتب. ما انا هعمل ريبورت في الاخر. خلي بالك انا مطلوب مني ريبورت كاني هقدم تقرير مشروع تخرج. طب يا باشمهندس الموضوع ده متعب. اه ما انا عارف، ما انا قلت لك من شويه ان انا عايزك تتعب. صح. صدقوني والله، حته ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، التفصيله بتاعت التعب، ما انا عايزك تتعب. ما هو اصل مش كل اللي سامعيني هيعملوا كده. صدقني كل اللي في ناس كتيره سامعيني دلوقتي هتعمل كده. مظبوط، يس اوكي. وفي الاخر طفي بقى، خلينا نروح ننام شويه ولا نلعب شويه. ده حقيقي، مسلسل هيبدأ. ده موجود، ده موجود. ما انا مش عايزك تقارن بيه، دي حقيقة. عايزك تتعب. حتى انت بينك وبين نفسك فعلا تكون ايه، انا والله سعيد بكل الطرق ولسه ربنا ما اكرمنيش بالشغل. ما بقاش قاعد حاسس بالتقصير او حاسس ان انا ايه مقصر. حلو كده. بالظبط. يبقى انا صفحه الشركه هدخل اعرف النبذه عن الشركه، وهعرف المجالات بتاعتها، وهعرف الاحداث والاخبار و كل ده، والشريك الأجنبي لو في كل شريك حاجه أجنبي. كل حاجه. ولو اه. لقيت شركاء معايا ادخل على الصفحات بتاعت الشركاء، بالظبط. خليهم صفحه. طب ده حاجه اوفيشال. ممكن ادخل بقى على الصفحات التانية اللي ريليتد نفس الشركه اللي ليها علاقه، زي مثلا لو عندها سوشيال ميديا، لو عندها فيسبوك او لينكد ان او اي حاجه، عندها جروب معين، عندها صفحات، هتلاقي حاجه مثلا، ممكن أنا يعني بعمل تلاقي كتاب للشركة. قدر المستطاع. انا مش اه. عايز تفصيله، مش عايز مش تفاصيل بحث بس اللي هو 200 صفحه أنا و300 صفحه، بس على الاقل صفحه أبقى فاهم. تبقى انت فهمت الشركه قدر المستطاع. طب دي بالظبط. وسيله، خلاص ده اونلاين.
الوسيله الثانيه انا اروح لسه قايل لك الشركه. من شويه ايه، الناس اللي شغالين في الشركه اللي انت حاولت بالظبط، توصل له، اسال دول اكتر انتوا ناس شغالين هتبقى بايه. عارفه. طبعا دول عارفين بقى ديتيلز، ما هياش اسرار. مم. يعني هو يقول لك والله احنا مهتمين بكذا، اخر حاجه اهتمينا بيها عملنا كذا، سوينا كذا، تخصصاتنا كذا، عاملين كذا، اعرف وسجل. طب تالت حاجه، نروح الشركه. هو مش اي شركه في الدنيا، في حاجه اسمها علاقات عامه، مم. صح؟ ادخل الشركه وادخل العلاقات العامه بتاعتك واعمل ايه، خش اسال. واسال. هيقول لك إيه انت جاي ليه؟ قول له والله انا جاي بس اعرف عندكم تقديمات، عندكم حاجات إيه، ينفع اعرف انتوا الكارير بتاعكم ايه، طب انتوا مهتمين بيه عشان لو احسن من نفسي. طب خلينا في الامر الواقع، كل الناس هيقبلوا الكلام ده؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ هيطردوك بره مع الف سلامه، هتوحشني. ايه المشكله؟ بالظبط. ايه المشكله؟ انا اترفضت بره مره 10 و20 و30 و40، مش انا كمحمد، انا بتكلم انا كشاب. ايه المشكله؟ ايه اللي حصل؟ رحت وشفت شكل شركه وعرفت الدخله بتاعتها. مره الامن ما دخلنيش، عادي. مره الامن دخلني لغايه الريسبشن، كويس، في امل اهو. مم. الريسبشن نفسه ما رضاش يدخل، كويس. او نده لي حد يقعد معايا، كويس. او خلاني أقعد. عادي. انا عايزك تجرب. اصل انت عمرك ما هتعرف ده ناجح ولا فاشل الا لو جربت، صح. صح؟ فيبقى احنا كده وسائل ان انا كل ده عاوز اعرف كلام عن الشركه اللي انا الشركه. رايح لها. ليه؟ عشان احضر لها السي في. ما احنا اتفقنا انا كل اللي انا بعمله عاوز اهتمام، اعرف الشركه دي بتفكر في ايه ومهتمه بايه، علشان ال 30 ثانيه الاولانيين اللي هو السمري او البريف او الاباوت مي او ايا كان الخمس سطور اللي هيحكوا حياتي، انا عاوزهم يكونوا هم دول اللي يشدوا انتباهي ان انا اكمل السي في وابص عليه. يبقى دي اول تركه، اعرف اعمل اتارجت الشركه دي ازاي. حلو، يبقى ده رقم واحد، افهم الشركه. حلو. رقم اتنين، افهم اعلان التوظيف زي ما اتفقنا، فيو مور واعرف الديتيلز وافهمه. تحدي ان في بعض الكلمات اللي مكتوبه في الاعلان الناس مش فاهمها، وبتفتكر ان هي يعني ايه، تكمله فورمات، وهي اسطمبه لازم الاعلان يكون 20 سطر فالناس بتنزل ده يا راجل. يعتبر كيورد من خده اللي عايزه. وترجمه. ايوه، لا انا قصدي انت ممكن يكون مش فاهمه. اه. احنا للاسف معظم اعلانات التوظيف دلوقتي بقت بالانجليزي. انا بقول للاسف لاني انا مع ان كل دوله تتكلم بلغتها ويبقى اهم حاجه، بس خلاص احنا عارفين الانجليزي دلوقتي رقم واحد، فما فيش مشكله. انا لغه الانجليزي كويسه بيرفكت، بس مش ملم بكل الاكسبريشنز، مش صح. ملم بكل المصطلحات، ودي حاجه عادي. فلو سمحت خده، يا تكون فاهمه يا تاخده تترجمه بالترجمه اللي انت عايزها. عايز ترجمه بالعربي ماشي، عايز تاخده بالديكشنري بتاع الانجليش ان يترجم لك المصطلح، يعمل لك ديفينيشن، تعريف للمصطلح بالانجليزي ماشي، عايز تترجمه ساينتفك ماشي، اللي انت عايزه. المهم ان انا اكون فهمت الاعلان، وعن طريقه اعمل ايه، اخد بقى الكي ووردز. يبقى دي تركه من ضمن التركات المهمه. حلو. خلاص. طب ايه تاني؟ فكر كده معايا. ايه تاني؟ ايه تاني يا معلم؟ لا، في حاجه مهمه جدا لو ما قلتهاش هزعل منك دلوقتي، مهمة جدا. ونشوق الناس بقى. مهمة جدا. اه. اكيد مش الجواز. احنا قلناها المره اللي فاتت وبعيدها المره دي عشان هي مهمه. احنا خلاص في مرحله الفاينل ان انا هعمل تمبلت للسي في وهقدمه، صح؟ مم. المره اللي فاتت قلنا ايه؟ لازم اكون فاهم الوظيفه وفاهم امكانياتي انا للوظيفه. وقلت المره اللي فاتت كلمه افهم كل مهمه، حاجة ان انا بكتبها. ممكن، طبعا ان انا ممكن اكون ديس كواليفايد وممكن اكون ايه، كواليفاي. اوفر كواليفايد، وفي كلتا الحالتين انا همشي. يبقى من فضلك شوف معايير الوظيفه المطلوبه، شوف معايير الشركه بتاعتك، شوف معايير ال الكارير اللي انت هتدخله، وحط انت بقى خلاص بقى عندك مكتبه مراجع، اختار منها اللي انت عاوزه. واختار منها اللي انت عارفه. واللي انت عارفه كنت لسه بالظبط كده، انا في كورسات كاتبها وانا فعلا اخدتها، بس انا مش ريدي، مش جاهز بيها دلوقتي، ما بالظبط. محتاج ان انا ارجع للريفرنس تاني وارجع للحاجات اللي اخدتها واعمل براكتس، ومش جاهز. ما تحطهاش، بالظبط. ما تحطهاش. اي حاجة هتكتبها فانت ملزم ان انت تتسأل فيها. ده حقيقي، انت لازم تكون ملم. عايز اقول لك يعني ايه، يعني فاهم السي في كويس جدا. حافظه اكتر من حلو. اسمك. فدي تركه مهمه جدا جدا جدا، ان انا عارف كل حاجه مكتوبه في السي في. خلاص. لان في تركه هقولها بس مش دلوقتي، انسوا ان انا اقولها دلوقتي. في الانترفيو هقول لك ازاي تدير الانترفيو صح. يعني أوب. الانترفيو بقى
مش انت اللي هتدار في الانترفيو، ودي طب في ما معلومه. تدينا حتة. ابدا. لا كله كده على بعض. عايز اقول لك الانترفيو مش انت اللي بتروح مسير فيه، او انت اللي بتروح تدار فيه. بالعكس خالص، دي معلومه غلط تماما. انت اللي تقدر تاخد الانترفيو للحته اللي نفسك فيها. ايه؟ بس تعملها ازاي؟ ازاي؟ المره الجايه. يا لا، دي حاجات مهمه جدا تتعرف. يعني انا اللي ادير الانترفيو؟ جدا. جدا كمان. وتديره باتقان. كمان. ودي حاجه ليها مرجعيه تاريخيه، ومرجعيه دينيه، ومرجعيه علميه.